أيوة، بدأ التسجيل. أولا أشكركم على متابعة حلقات أبونا شمعون للغة الأشورية، وهي فريدة من نوعها. يعني صعب تجد حلقات مثل هيك، أصلا مش موجودة. ما في عندكم حلقات بهذا الشكل. يعني الأشوري تعلم اللغة الأشورية أفضل، والعربي يكتشف واحدة من لغات أجدادنا اللي إلها تأثير كبير لفهم القرآن. يعني هذا أكيد 100%. حتى النبي محمد قال له لا أحد، يعني اللي جمع القرآن، اللي كان موكل بجمع القرآن، وهو أحد كتبة الوحي مثل ما بسموه عند المسلمين، قال له هل تعلم السريانية؟ قال له لا. قال له تعلمها. فقال أنا تعلمتها في 15 يوم. مستحيل يتعلمها ب 15 يوم، بس هو يظهر إنه لغته كانت سريانية. أيوة. فهو الغاية منه إنه شو قال النبي محمد؟ إنه أنا بتجلني رسائل من اليهود ولا أؤمن حد عليها، ومو عايز إنه اليهود يقروا رسائل اللي بتصلني. فهل أنت تعرف تقرأ؟ قال له لا، ما أعرف أقرأ. بس معناته كان يفهم السرياني، بس هو تعلم الخط السرياني. نعم. الخط السرياني، وقال إنه تعلمها. أظن يعني هذا موجود في كتب الأحاديث. يعني قال تعلموا السريانية. يعني فيعني هاي وصية من النبي محمد أصلا. ولا تنسى إنه الحضارة السريانية لولا ترجمة الكتب الإغريق من السريان، ما كان عندنا لا ابن رشد ولا الأطباء العرب المشهورين، إنهم كلهم اعتمدوا على نصوص عربية ترجمها إخوتنا السريان من اليوناني إلى العربي. ما أعرفش، ربما كانوا سابقا ترجموها للسرياني وبعدين من السرياني إلى العربي. ما أعرفش كيف كان في ما أعرفش كيف تم النقل. هل مثلا كتب أرسطو هي مترجمة للسرياني؟ ما عندنا نصوص اليوم، بس الظاهر كانت، وهي ترجموها للعربي وأهملت الأخرى السريانية. أيوة. أخذت مكانها. هو كثير هيك حدث، أنه بعد ما سيطرت طبعا الثقافة العربية حضارة والسلطة العربية صارت، طمست الكثير من القضايا السريانية المماثلة لها، يعني الموجودة فيها. يعني نقول نحن أخذوا كثير من الأمور وغطوها الأصلية. أيوة. وأنا قرأت يعني في مقال عن الكرشوني إنه لحد القرن الثامن عشر كان تكتب اللغة العربية بالكرشوني. موجودة عندنا نصوص. نعم، عندي نصوص. نحن نصوص تخصية. أيوة. قديمة يعني، هي عربية مكتوبة بس بالأخ. بالسرياني تقول، وأيضا بالعربي لكن بالحروف السريانية. شفتوا يعني إنه هنا يعني تأثير. وما نفس الشيء كمان عمل ابن ميمون. ابن ميمون أظن هو كتب كتبه بالعربي لكن بالأحرف العبرية. شفت علي؟ يعني مثل الأتراك استعملوا اللغة العربية لكتابة لغتهم، بعدين أهملوها. ولما أهملوها شو صار؟ إنه ضاع كل تراثهم السابق. ما عادوا يعرفوا يقروا النصوص القديمة. نعم. باللغة العثمانية، لأنه هلا مثل هلا لو الفارس تترجم تنتقل للغة اللاتينية، فيعني معناته إنه كل الكتب اللي كتبت باللغة الفارسية حتضيع عليهم تماما. إنه لما انتقلنا من اللغة المسمارية، الأحرف المسمارية، إلى الأحرف الأخرى، ما عادش حد يعرف يقرأ الخطوط المسمارية. ونفس الفرعونية لما انتهت
جت اليونانية أخفت اللغة الفرعونية القديمة اللي كانت معقدة بطبيعة الحال، تعمل رسم حيوانات وطيور ومثل هيك علشان تعبر عن كلام، يعني أمر ليس بالسهل، ليس بالسهل. على كل أهو، بس اللغة السريانية طبعا يقال، ما عندنا باقي شيء دلائل عن هذه، لكن يقال أنه كثير من اللغات الآسيوية في البداية كتبت بالأحرف السريانية، لأنه بعد ما كان عندهم تلك اللغات أحرف خاصة بهم، بس بعدين سووا كل واحد، طلعوا ناس هذه عملوا لهم أحرف. مثلا الفرس قبل كان يكتبون، الفرس، الأتراك، الكوريين حتى يكتبون يقال يكتبون بالأحرف السريانية كان. يعني بعدين وصلت اللغة العربية عن طريق الإسلام وهذه والفتوحات، فأخذت مكان الأحرف السريانية الأحرف العربية تدريجيا. أيوة، يعني نشوف يعني أثر اللغات وقرابة هذه اللغات. هي لغات كلها هي ما تعرف اللغة الأم ما هي كانت يعني. نعم. بس وأنا حتى قرأت إنه كل هاي اللغات أصلها كان من سينا يعني هم جماعة سينا دول البدو تاعون سينا هم اللي اخترعوا الأحرف الأبجدية. ايه، وبعدها صار عبري وصار مثل هيك، يعني مثل هيك. على كل اهو يعني نفهم على بعضنا على الأقل، ونقدر ثقافة الآخرين، ونقدر. وابونا شمعون يعني مشكور انه قاعد بيقدم لنا على طبق من ذهب لغته اللي هي احنا ما نعرف ولا شيء عنها. حرام يعني نكون جيران وما نعرف. أنا كان عندي أصدقاء اكتشفت إنهم يعني كانوا من زملاء أبونا شمعون. أنا كنت أشوفهم بسويسرا هنا في البيت يتكلموا أشوري لما يتكلموا مع بعض، وبعدين لما يجوا يتكلموا معي يحكوا عربي، وبعدين لما بده يحكي كلمة مش عايز نفهمها أو جملة يروح ينتقل للأشوري، يخفي علي موجود. وهذا كان سبب أيضا لأنه كتبوا بالأحرف السريانية حتى اللغة العربية، حتى لا يعرفوا العرب ما جاي يكتبون يعني هم. أيوة. فلا يعتبروه أنه كفر، ما كفر بالقضية. أعرف أنه عندنا في سويسرا عندنا عدة لهجات فقط للمعلومات العامة. اللهجة السويسرية الألمانية، اللهجة السويسرية الألمانية جزء كبير من الألمان ما يفهموها بتاتا. وحتى عندهم أوامر، أنا عرفت هيك، إنه في السفارات السويسرية الموظفين بين بعضهم لازم يحكوا اللغة السويسرية الألمانية عشان ما حدش يفهمه. فأنا أتذكر أنا لأني كنت موظف حكومي كنت أروح السفارات واختلط بيهم ومثل هيك، يعني راح الشغل تاعي. وفجأة يبقى هو يحكي معي بالفرنسي، فجأة ينتقل إلى اللغة السويسرية الألمانية، وأنا أفهمها يعني بسبب إن أنا متزوج مع واحدة سويسرية ألمانية، ما بفهمها كويس، بس علشان هو مسكين يعني ما يغش نفسه أقول له انتبه أنا فاهمك. فاهم يعني أنبه لأنه مش ما كان يتوقع إيه، وأنا يعني مو عايز إنه يشيع أسرار، يعني ما في سبب إني أشيع أسرار قدامي، بس يعني قلت له انتبه إني أنا بفهم السويسرية الألمانية، فيعني انتبه شو بتقول. بس هو لغته مش ألماني، لغته فرنسية كان لغة الأم فرنسية أو إيطالية، وفجأة ينتقلوا إلى اللهجة السويسرية الألمانية مشان يخفوا على الكلام تاعهم. شفت علي؟ هذه الألمانية السويسرية الألمان ما يعرفوها يعني ما يفهموها. شفت هي ألمانية بس ألمانية خاصة بسويسرا. بس بعدين في كمان بعض المناطق بسويسرا بيحكوا ألماني وما بفهموا على بعضهم أصلا.
ما بفهموا على بعضهم، أو يعني بيجدوا صعوبة يفهموا على بعضهم. هذه اللهجات مثل أنتم أكيد عندكم السرياني في لهجات، مو كلكم تفهموا على بعضكم. نعم صح على كل نحن هاي دردشات ثقافية مهمة مشان نعرف حلو. نتفاهم على بعض، نعرف شو هي قرابة الناس بين بعضهم، مو للغش بس، يعني فقط للمعرفة. فقط. أبونا أنا بدي أخليك تكمل لنا عن الجمل هدول، وكشف لنا شو في بجعبتك. يلا. نعم إن شاء الله بلكي نخلص اليوم على كل نشوف الجمل هدول، احنا عندنا وقت شو يعني. أوكي. يلا. ما أعرف ظهر النص. ظهر أبونا، وأنا هسكر عندي الميكروفون، وهذا عشان تشتغل على راحتك. نعم. أوكي. كنا أيضا في موضوع الجملة، وشفنا أنه 4 أنواع من الجمل: المثبتة والمنفية والاستفهامية والشرطية. الثلاثة الأولى هاي انتهينا منها في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة سنبدأ بالنوع الرابع من الجملة، وهي الجملة الشرطية: بدغامة تنوايا conditional sentence. تدل هذه الجملة على اشتراط حصول أمر ما بحصول أمر آخر قبله، سواء في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل. يعني أمرين: أمر متعلق مشروط بحدوث الأمر الآخر. وأداة الشرط المستعملة هي إن في اللغة الآشورية المعاصرة. إن أليف نون إن. واعلم أن أداة الشرط تأتي دائما في بداية الجملة التي تسبق الأخرى في الزمن وليس في الترتيب. يعني ممكن تأتي الجملة الأخيرة بالترتيب الزمني قبل، ولكن يجب دائما أن يكون في بدايتها هذه الأداة إن. فالجملة التي تبدأ بهذه الأداة هي الجملة الشرطية، حتى ولو كانت الأخرى قبلها في الزمن. راح نجي نفهم الموضوع هذا بالأمثلة أكثر يتوضح عندنا. راح نجي أول جملة عندنا: إن داود آخذ رابة بالطارس. معناها راح ترجمها أمامكم: إذا، يعني هي تقابل إذا، هذا أداة الشرط. إذا داود يأكل كثيرا سوف يسمن. احنا نقول بالعراق يسمن، ويثخن بالمصري يقولون. تمام. إذن إن داود آخذ رابة، إذا داود يأكل كثيرا سوف يسمن بالطارس. إذن هذا السمنة مشروط الأكل الكثير. فإذا داود أكل كثير سوف يسمن. لا مرأشت لمرقس اند ميخيل. يعني لا مرقس إذا هو نائم. يعني إذا نائم هو. هسه نجي: لا توقظ، لا مرأشت لا توقظه مرقس. خلينا نشيل هذه. إذا نائم هو، يعني إذا كان بالعربي إذا كان نائما لا توقظه. فإذا مشروطة بأنه مرقس نائم، لأنه عدم إيقاظه مشروط إذا كان نائم هو. إن يدأن وبابخ لبايلي لها ونواتية الكسلوخ. معناته شوف العربي عندنا أداة أخرى لو،
ممكن، فهنا أكثر تفهم لو. فلو إذا نحن عندنا بس إن لكلتا الأداتين. لو كنت أعرف يدعن وكنت أعرف. لو أعرف كنت، طبعا كنت أعرف بابخ إيش هون أبوك لا يريدني أكون قد أتيت عندكم. شوف هاي شوف غريبة. إني يضأن وباب غليب غيري. لو كنت أعرف أبوك، أن أبوك طبعا عربي لازم تكون، بس هون نكتبها مثل ما هي بالسرياني. أبوك لا يريدني أو لا يحبني أو لا يريدني، لم أكن قد أتيت لعندكم. ليش راحت هيك؟ لعندكم. أنا لو كنت أعرف يعني، أو إذا كنت أعرف أن أبوك لا يريدني لم أكن قد أتيت لعندكم. أوكي. جملة أخرى. آثور سوف تتعلم سوف كانت تتعلم. بالعربي لازم يكون كانت ستتعلم الكتابة، أو عفوا القراءة إذا كانت قد ذهبت إلى المدرسة. أوكي. آتور بدي البا وقراية وكتابة. آتور بدي البا وقراية كتابة. آثور كانت ستتعلم بالعربي، بس نحن نقول سوف كانت تتعلم. وإذا نريد نكون أكثر صياغة صحيحة كسريانية وشورية نقول سوف تتعلم كانت القراءة والكتابة إذا كانت قد ذهبت إلى المدرسة. شوف شلون هي الفرق بين صياغة المعنى للتعبير عن نفس المعنى، صياغة مختلفة جدا. إذا كان أخذنا الصياغة عربي بدل السرياني وسرياني بدل عربي تكون ركيكة بالنسبة للغة هذه تلك، سواء كان عربية أو سريانية. فإذا آتور بدي البا وقراءة وكتابة. آثور سوف تتعلم كانت القراءة والكتابة إذا كانت قد ذهبت إلى المدرسة، يعني لو أنها ذهبت إلى المدرسة بالعربية. أوكي. هذه كثير يعني أمثلة نموذج للصياغة المختلفة، الاختلافات في الصياغة للفروقات في الصياغة. إن شمع هاوي وقتي والدرس تمل. إذا شمعون كان قد كتب درسه البارحة،
رابي لمن خسوة معلمه لم يكن قد وبخه. إن شمعون هاي وقتي والدرس تمل. إذا شمعون كان قد كتب درسه البارحة، رابي معلمه لمن خسوة لم يكن قد وبخه، لم يكن يوبخه. طيب شلون؟ نزيل هذا. نأتي إلى جملة أخرى، راح نعيدها الجمل بعدين نقرأها. إذا إن آزل توم الكسخوري، إذا يذهب، طبعا بالعربي ما يمكن، يذهب توما لعندي صديقه، أبوه سوف يغضب منه، طبعا بالسريانية ولكن عليه بالعربية، وهذا كثير كان يغلطون بها الأولاد الآشوريين لما كانوا يتكلموا عربي، بدل عليه منه، يغضب منه عليه. إن آزل توما الكسخوري، إذا يذهب توما لعندي صديقه، أبوه سوف يغضب منه. إن آزل توما الكسخوري، إذا يذهب توما لعندي صديقه، بابي بتكارب منه، أبوه سوف يغضب منه، شرط. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل أيضا الذي يدور حول الجمل وأنواع الجمل. فانتهينا من أنواع الجمل. خلينا نعيد الأمثلة هذه الشرطية. إن داود آخر رابة بالطارس، إذا داود يأكل كثيرا سوف يسمن. لا مرئشت مرقس اندميخله، لا توقظ مرقس إذا نائم هو. إن يضأن باب غليبايلي لهانواتي الكسلوخن، لو كنت أعرف أبوك لا يريدني أن أباك لا يريدني، طبعا لم أكن قد أتيت عندكم، لم أكن آتي عندكم. آتر بدي البا وقرأ وكتابة. إن هويا وخشت المدرشة، آثور سوف تتعلم، كانت ستتعلم القراءة والكتابة إذا كانت قد ذهبت إلى المدرسة، إن هي ذهبت إلى المدرسة. إن، شوف هنا أيضا إن ممكن نستعمل إن هنا أيضا مثل السريانية. شوف بالعربي في كثير بدائل. إن كانت قد ذهبت، ونحن عندنا إن هاي تقابل تقريبا هذه. أما الأخرى، الأدوات الأخرى والتي أيضا شرطية بالعربي ما عندنا نحن بالسرياني، عندنا فقط إن. أوكي. إن شمع هاوي وكتي والدرسة تمل، إذا شمعون كان قد كتب درسه البارحة، خلي شوي أزيحها حتى تجي تحت بعضها. درس البارحة، معلمه لم يكن قد وبخه. معلمه ما كان يوبخه وما كان قد وبخه. إن آزل توما الكسخوري، بابي بتكارب منه. إذا يذهب توما لعندي صديقه، أبوه سوف يغضب منه. يعني إذا ذهب توما إلى صديقه سيغضب منه أبوه. أوكي. انتهينا هنا. نجي على الفصل الآخر. أشوف زائح شوية هون، ليش؟
هذا حدث هنا يخربط لأنه راح ننتقل إلى صفحة منبطحة هذه. هنا البقية كان عمودية يعني أفقية الصفحة هذه، ولذلك صار كل هالخربطات بيها. ليش؟ ما أعرف. على كل حال هي هاي مشكلة الكمبيوتر. خلينا نشوف، حاول لا تتخربط الكل. يمكن أوه جميل 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 جميل. خلي هذه أعملها يدويا. أوكي نجحنا. أوكي، فإذا الفصل 11 راح نبدأ هذا، وطبعا ما نقدر كل هذه، فقط كل واحد يقدر. أوكي مليح، راح نمشي بيه. الفصل 11 التحليل النحوي أو الإعراب، نسميه أناليسيس جراماتيكيتا، كلمات يونانية. أناليسيس جراماتيكيتا. إذا نريد نستعمل الكلمة الآشورية نقول تورس مملا شريتا تورس مملايا، بس شوية طبعا ثقيلة. أناليسيس جراماتيكيتا. أوكي نستعمل أيضا هذه، فجراماتيكال أناليسيس. الإعراب أو التحليل النحوي بالعربي يسموه إعراب. الإعراب أو التحليل النحوي هو عبارة عن عملية تفكيك مكونات الجملة لتحديد نوع كل كلمة فيها. طبعا هذه يمكن ما يعرفوه كثير من الطلاب اللي نحن لما تعلمنا الإعراب ما فسرونا شنو يعني، شو العملية، إيش هذه. لكن أنا هذه أخذتها من علم المنطق. طبعا هي عملية تفكيك، شفت أنه استنبطتها. هذه هي عملية تفكيك مكونات الجملة لتحديد نوع كل كلمة فيها. من نفسي أنا أعملها هذه التفسير هذا، استنبطته من العملية هذه. أي إلى أي عنصر من عناصر الكلام السبعة تنتمي، أهي اسم أم صفة أم ضمير أم فعل أم ظرف أم حرف جار أم أداة ربط. وإذا كانت اسما أو صفة فما جنسها وما عددها وما موقعها في الجملة، أي هل هي فاعل أو مفعول. أما إذا كانت فعلا فما نوعه وما صيغته ولأي شخص يدل وفي أي زمن يحل. وهكذا بالنسبة إلى بقية العناصر. شو هاي كلها تفسيري أنا، استنبطتها من الشيء اللي نعمله. أوكي. وفيما يلي بعض الأمثلة على طريقة إجراء التحليل النحوي باللغة الآشورية. طبعا العربي مختلف شوية. أوكي، نجي أخذ بعض جمل ونحاول أن نفككها أو نحللها. الكلمات، الجملة، الكلمة، كلمة واحدة منها نأخذ ونحلل تحليلها. فهذه تفيد كثير طلاب الحقيقة، حتى بالعربية اللغات الأخرى أيضا. سرقون بكتاوي لغداء إجرتا قاخونه. سرقون يكتب رسالة إلى أخيه. أوكي، نجي أول كلمة سرقون. سرقون شما قنومايا دخرنايا غدانايا عودة. اسمه علمين، شما قنومايا اسمه علمين، دخرنايا مذكر، غدانايا مفرد، فعل وهو فاعل. شما قنومايا دخرنايا غدانايا عودة. اسمه علمين مذكر مفرد فاعل. أوكي، نجي على الكلمة الثانية بكتاويلي. بكتاويلي فعل، هذا فعل سعرانة برصوبة ليتاي غدانايا دخرنايا بزونة قائم سعرانايا. فعل للشخص الغائب المفرد المذكر في زمن الحاضر المستمر. طبعا طريقة عربية غير شكلية، ولكن هذه بس يعني هالشكل الآشوري. بكتاويلي هو فعل سعرانة، فعل للشخص الغائب المفرد المذكر في زمن الحاضر المستمر. بكتاويلي هو يكتب الآن، هو كاتب يكتب مستمر. أوكي، نجي على الكلمة الثالثة غدا. غدا خلينا نكتبها، أي ما أعرف ليش ما طلعت. خلينا نعمل هيك سوية حتى يعرف المشاهد كيف نحن
نعمل. نزيد هذه، لا نعيد المسألة، نزيدها بهالطريقة هذه. فوق. أوكي. غداء. غداء، شو هي غداء؟ هو عدد منيانة يا هدايا الخ مرصوب. الأخلاق قنومة، لأنه مرصوب هو عاقل فقط. أوكي، فإذا بالعربي يكون عدد عدد أصلي فكر. اسم عدد. أوكي. اسمه غداء واحدة مؤنث. نقتنع. مؤنث. أوكي، إذا اسمه عدد أصلي، عدد أصلي هو مفرد مؤنث غداء، والمذكر بتاعه هو غداء. إجرتا الكلمة الأخرى التالية، إجرتا يعني رسالة، مؤنث هو، حتى بالآشوري مؤنثة، تاء التأنيث في نهايتها. إجرتا شما جنسنايا نقبتانايا غدانايا خاشوشة. اسم جنس مؤنث مفرد مفعول هو. أوكي. قا قديمة سيامة حرف جر إلى قا. أخيه مكونة من اسم وضمير، ضمير تملك. فنحللها نفسخها. أولا نأخذ أخونا شما جنسنا دخرنا غدنا، اسم جنس مذكر مفرد، والهاء
خلبشما قنايا البرصوبة تليتايا دخرنايا غدانايا برماز العاودة سرقون. أخونا اسمه جنس مذكر مفرد مفعول. هذه هي ضمير تملك للشخص الغائب المفرد المذكر وهو يشير إلى الفاعل سرقون. أخيه أخو من؟ أخوه من هو أخوه؟ سرقون إلى سرقون. أخو سرقون أخو من؟ أخو سرقون. فالهاء تشير إلى سرقون. سرقون يكتب إلى أخيه أخو سرقون. أوكي. جملة ثانية قاطوا تبنى خلة خاء قبرة. قطة بنى هذا اسم بي، بنى اسم. أكلت فأرا. قطة قاطو شمة جنسناي نقبتاناي غداناي عودة ملوث. اسم جنس مؤنث مفرد فاعل وهو مضاف. ملوث وهو مضاف. دال يدعد ملوتوثة أداة الإضافة. يدعد ملوتوثة أداة الإضافة. دال. بنا شم قنومايا نقبتانايا غدانايا لي ملوث. اسم علم مؤنث مفرد وهو مضاف إليه. خلة أكلت خلة. سعران البرصوفة ليتايا نقبتانايا غدانايا بزون الدعور بشيطة. فعل للشخص الغائب المفرد المؤنث في الزمن الماضي البسيط. خ شمة من يانايا شرشايا دخرنايا غدانايا. اسم عدد أصلي مذكر مفرد. أقبرة فأرا. أقبرة. شمة جنسنايا دخرنايا غدانايا خشوشة. اسم جنس مذكر مفرد وهو مفعول به. أكلت ماذا؟ أكلت الأكل وقع على الفأر فهو مفعول به. مفعول. نأتي إلى جملة أخرى وهي شرطية حتى نشوف. أخذت جمل مختلفة. أيوة أنه أنواع مختلفة من الجمل. إن إرميا هاوي وإتيا الخلولة بت مبسم ورابة. إن يدعى التنوايوت أداة شرط. يدعى التنوايوت أداة شرط. إرميا هو اسم أرميا بالعربي يسموه إرميا شمق نومايا دخرنايا غدانايا عودة. اسم علم مذكر مفرد فاعل. هاوي وإتيا. شوف كل هذا فعل واحد هو. كل هذا مركب ولفعل لزمن فعل معين. فعل يجيء. يعني إنها هاوي وإتيا بدنا نسمى إذا كان قد أتى. إذا إرميا خلي أحطها هيك مثل ما هي بالصياغة الأشورية. إذا إرميا كان قد أتى هاوي وإتيا كان قد أتى. كان قد أتى هذا كله فعل واحد. هو سعرانة تنوايا بزونة دعوة رخيقة تبصوبة ليتايا غدانايا دخرنايا. يعني فعل شرط في زمن الماضي البعيد للشخص الغائب المذكر المفرد المذكر. إرميا. هو إرميا إذا كان قد أتى. الخلولة لا اللام هذه الخلولة لام قديم تسيامة حرف جر. خلولة شمة جنسنايا دخرنايا غدانايا خشوشة. اسم جنس مذكر مفرد وهو مفعول. كان أتى إلى مفعول له طبعا. لهذا أنا ما أخلي مفعول به أو مفعول له منه. أخلي فقط مفعول حتى لا يتخربط. مفعول.
لأنه بالعربي مع الأسف ما نقول مفعول له ومفعول منه. هاي طبعا باللاتيني موجودة وبالآشوري موجودة، يعني أبلاتيفو، داتيفوم، أبلاتيفوم، وغيرها، وأكوزاتيفوم. أوكي. الخلولة. إذا إرميا كان قد أتى العرس خلولة. بت مبسموا، بت مبسموا، بت مبسموا، هذا كله فعل سوف، كان سوف سيتمتع، يعني كان سيتمتع بالعربي. سعرانا بد مبسموا، سعرانا تنوايا بزونة ضعتي تبرصوفة ليتايا غدانايا ضخرنايا. فعل شرط في زمن المستقبل للشخص الغائب المذكر المفرد. هو كثيرا رابا، رابا. الملتد كمايوتا ظرف كمية. ايش قد كان يتمتع يستمتع؟ كثير، فظرف لأنه يشير إلى الفعل، يصف الفعل في كميته، في كمية الفعل. أوكي. نأتي إلى جملة أخرى. داود ويوخنا تمل لاتيلون الجمعتام سبب ليوا ولخ. داود ويوخنا البارحة لم يأتيا إلى الاجتماع بسبب عدم كونهما هنا، يعني ما كانوا هنا بالمدينة والمنطقة. شوف، لم يأتيا، لكن عندنا بالآشوري ما في مؤنث. لم يأتوا، لم يأتوا كاتبين لا تيلون، ما في مؤنث، في واحد وجمع. لأنه داود ويوخنا اثنين، فبالعربي مجبورين انك يأتيا، لم يأتوا. تريد أن نكتبها لم يأتوا أستاذ؟ لم يأتيا. أوكي. خليه مثل ما هو بالسرياني أفضل. أوكي. لم يأتوا فعلا. بس أيوة. المشاهد يجب أن يعرف أنه هاي صيغة سرياني. لم يأتوا إلى الاجتماع بسبب عدم وجود المؤنث. إلى المثنى، العفو، المثنى مو مؤنث، المثنى ما في مفرد وفي جمع الفعل، ما في مثنى. إلى اجتماع سبع كونهما. نأتي إلى تحليل الجملة هذه. داود شم قنوماي غداناي دخرناي عودا متعطفانة. داود اسم علم مذكر، مفرد مذكر فاعل وهو معطوف عليه. واو يدعى عطفيا أداة عطف. يخنى شم قنوماي غداناي دخرناي عطيبة على داود وعودة أغدية. اسم علم مفرد مذكر معطوف على الأول، معطوف على داود، وفاعل مثله فاعل، اثنين فاعل هنا، داود ويوخنا. أوكي. تمل البارحة الملتد زونا ظرف زمان. لا يدعى دنبايا سرا أو سراوة أداة نفي. لا قلنا لا. تيلون جاءوا يأتوا. سعرانا البرصوبة لتايا سجيانايا بزونة دعوة بشيطة. فعل للشخص الغائب الجمع في الماضي البسيط. الجمعتا لام، هذه الجمعتا لام قديمة سيامة حرف جر. جمعتا اجتماع يعني. شمة جنسنايا نقبتانايا غدانايا خاشوشة. اسم جنس مؤنث مفرد وهو مفعول. مسبب الملتد ألتا الملتد ألتا ظرف سبب. ليه؟ شوفنا لا، لأنه تيلون كان اسم زمن الفعل
الماضي البسيط فنستعمل لا. وهنا لهاويوا، هذا في هاويوا عدم كونهما، ليه لم يكونوا. يدعن لم قلنا ليه أيضا أداة نفي، يدعن مباية نفس الشيء مثل لا. إيواو سعرانة إيتوت البرسوبة لتايا سجيانايا بزونة ضأور بشيطة. فعل وجود للشخص الثالث أو الغائب الجمع في زمن الماضي البسيط لم يكون. فعل الكينونة أو الوجود للشخص الثالث الجمع في زمن الماضي البسيط. لخا الملت الدوكة ظرف مكان هنا لم يكونوا هنا. انتهت الجملة. نأتي جملة أخرى. مانيش مطوال، نأتي جملة استفهامية، هاي كانت شرطية، أنا نأتي جملة استفهامية. مانيش مطوال لها قلامة. ماني خلبشمت سؤالة، ضمير استفهام بالعربي اسم استفهام نقول، بس أنا أخليها أترجمها بالضبط كما في السريانية. خلبشمت سؤالة ضمير استفهام ماني من. شمطوالة سعران البرسوبة ليتايا دخرانايا غدانايا بزونة دأور مقدمة. فعل للشخص الغائب المذكر المفرد في الزمن الماضي التام. شمطوالة كسر أتم. أوكي. لاها لام أولا لام قديمة سيامة حرف جر. آها خلب شمام خويانة قربة ضمير إشارة قريب القريب يعني. أوكي ضمير إشارة قريب. قلامة هذا قلامة هذا القلم. قلامة شمة جنسانايا دخرانايا غدانايا خشوشة. اسم جنس مذكر مفرد مفعول. أوكي انتهت. نتي جملة أخرى. ليك جملة استفهامية أيضا. ليك مطيوالوخن بزوني يوغزقيوخن خرايا. إلى أين وصلتم العام الماضي في رحلتكم الأخيرة؟ لام ليك هذه لام قديمة سيامة حرف جر. أيك علملتة سؤالة ظرف مكان أين. مطيوالوخن سعران البرسوبة ريانا سجيانايا بزون الدعور لم تخمى. فعل للشخص المخاطب الجمع في زمن الماضي التام. طيوال أخن أنتم وصلتم. بزونة شوف هاي كلمة بزونة هي تقوم مقام العام الماضي، الكلمتين معا. بزونة ما في طبعا بالعربية مثل هاللفظ مثل العبارة هذه. بزونة تعني في العام الماضي، كلمة واحدة تحل محل هذه تقوم مقام. خلي عمله أوكي حتى يعرف أنه هذه الكلمتين مقابلة. بزونة الملتت زونة ظرف زمان عمل ماضي. طبعا بالعربي مو هي هيك، مو لأنه كلمتين مختلفتين. لكن بزونة في السريانية هو ظرف زمان يعني الماضي. جاءوا قديمة سيامة في قديمة سيامة حرف جر جو. غزقيوخن رحلتكم. غزقيوخن شمة جنسانايا غدانايا دخرنايا أمخلب شما قنايا البرسوبة ريانا سجيانايا خون وخشوش. رحلتكم اسم جنس مفرد مذكر مع ضمير التملك للشخص المخاطب الجمع خون كم مفعول.
فطبعا بالعربي نقول أنه هذا يقول مضاف مضاف إليه ممكن نقولها، لكن أنا عملتوها الشكل عرفتوها. اسم جنس مفرد مذكر مع ضمير التملك للشخص المخاطب الجمع خن مفعول، لأنه رحلة مالتكم زقيوخن، رحلتكم أنتم، رحلة بتاعكم. أوكي. الأخيرة خرايا. شوف غزقيا بالسرياني هو سفر، يعني سفر هو مذكر، رحلة بالعربي مؤنث، فخرايا مو خاريتها بالسرياني يعني الأخير. خرايا شماها دخرنايا غدانايا، صفة مذكر مذكرة مفردة، صفة للمذكر المفرد خرايا الأخير. العربي أخيرة طبعا لأنه رحلة مؤنث، في حين غزقيا مذكر. إيمن بتآزيت المدرسة، متى ستذهبون إلى المدرسة أو سوف تذهبون إلى المدرسة. إيمن الملتد سؤال ظرف استفهام متى. بتآزيتون سوف تذهبون. سعران البرصوبة ريانة سقيانايا بزون دعتي، فعل للشخص الثاني المخاطب يعني الجمع بزمن في زمن المستقبل بتآزيتون. المدرسة لا لمت لام قديم السيامة حرف جر. مدرسة شمة جنسنايا نقبتانا غدانايا خاشوشة. شوف بالعربي نقول لام حرف جر، مدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخرها هيك بالعربي. أما هنا لام حرف جر، مدرسة اسم جنس مؤنث مفرد وهو مفعول. شو مفعول نوعه؟ مفعول له، لأن إلى المدرسة مو جار مجرور نحن عندنا، إنما يقول هيك مفعول له. أوكي، هذه كانت بعض الأمثلة للجمل المختلفة وطريقة تحليلها أو إعرابها، أو طريقة الإعراب أو التحليل النحوي في اللغة الآشورية المعاصرة. أوكي، انتهينا أيضا من هذه. صار كم؟ صارت ساعة يمكن لا أقل؟ صارت شوية أقل من ساعة. أوكي. نريد نبدأ هذا الفصل الآخر اللي هو طويل، ولكننا لا نستطيع، أظن ما لازم نروح على كل مكوناته لأنه طول هذا كانوا أبونا نخلي هذا للحلقة القادمة، خلي الحلقة خايف يكون طويل وبعدين الناس يشوفوا أقل. صح هي المشكلة. أنا أيضا أفضل أن يبقى للحلقة القادمة. نعم. هذا الفصل أيضا يكون الحلقة القادمة، والفصل الأخير يكون الحلقة اللي بعده. خلينا نكون لكل حلقة نتكلم أكثر ونشرح أكثر عنه. نعم. وأنا شاكر إذا فضلك، وأرجو المشاهدين أن يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس واكتبوا ملاحظاتكم وأسئلتكم إن حبيتوا تسألوا مثل هيك، أو أبونا شمعون أو أنا بنرد عليكم، أو أنقل أسئلتكم لأبونا شمعون فنرد عليها. آمل إنكم برضو استفدتوا. تبين هذه لغة مهمة. نعم. فضل. أنا أعتقد أستاذ سامي أنه ما فقط هم راح يتعرفون على اللغة، ولكن أيضا سيفهمون يمكن بعض جوانب لغتهم، اللغة العربية أيضا. صحيح. لأنه دائما بالمقارنة واحد أكثر. أنا تعلمت لغتي أكثر عندما تعلمت لغات الأخرى. صحيح. فتعمقت أكثر في لغتي، لغة الأم. يعني أنا لأنه نأخذ لغة الأم هيك أخذتها مرور الكرام، استعملتها سماعيا، ولكن عندما جئت وقرأت طبعا القواعد، قليلا من القواعد في اللغة الآشورية قبل، ولما تعلمت اللغات الأخرى وقواعدها العربي وغيرها قمت أتعمق أكثر في لغتي، أفهم أكثر لغتي أيضا. فأنا أظن هذا الشيء سيمرون به جميع الأخوة الناطقين بالعربية عندما يسمعون الشرح هذا وكيفية أنه
وضع وصياغة الجملة في هاللغة وكيفية التحليل وكيفية الآتي. أوكي؟ يعني أنا لما أشوف حفيدتي تتكلم الفرنسي بعمر 6 سنين أقعد أحلل بكلامها. كيف تستطيع تضبط الكلام وهي ما درست قواعد فرنسية؟ فيعني وأنت تشوف تتكلم أقول يعني هاي كيف، سبحان الله سبحان الله، كيف إنه الإنسان اخترع لغة وكونوا هذه القواعد لها هيك. نعم. وهذه هذا هو الفرق بين الإنسان يتعلم بالنظر والسمع ويتعلم بالدراسة والتحميس. هذا نفس الشيء. ساعدنا ميكانيكي السيارات، ميكانيكي السيارات عندنا في الشرق ما حد راح إلى مدرسة، ما كان في مدارس ميكانيكية مثلا، ما عندنا نحن مثل ما هوني في عندهم الإعدادية الميكانيك، ما في. هم تعلم إيش؟ راح صانع، صار عند واحد ميكانيكي وتعلم منه فقط بالنظر، نظر شلون هو يعمل، يفك البراغي، شلون يعمل هيك سيارة، شلون يصلح هيك، شلون يعطل الفلاني، تعلمه. ولكن ما درس. عندما يدرس هذا الشيء سوف يتعلم أكثر، يتعمق أكثر، وممكن أنه هو يبدع أيضا في مسألة. تمام؟ فهي هاي بالضبط. اللغة أيضا كذلك نفس الشيء. إنسان ممكن يتعلمها سماعيا هيك، يتكلم أحسن من واحد دارسها فقط بالكلام. كنت قبل ما أروح إلى فرنسا في إيطاليا تعلمت اللغة الفرنسية بالجامعة هيك دراسة، ولكن كان صعب لي أنه أتكلم كثير. عندما رحت إلى باريس وبقيت هناك مدة، فقمت أتكلم بدون ما أفكر بالقواعد، أفكر بالهذه بالدرس اللي تمام هيك هي. فهل الفرق بين العملي والنظري؟ طبعا واحد يتعلم نظري، ولكن الأحسن هو أن يكون إنسان يتعلم عملي ونظري. تمام؟ عند ذاك يكون مبدع أكثر، يكون أكثر متعمق. صح. أنا تعرف أنا قبل ما أعمل دراستي القانونية كنت خياط، درس صنعة الخياطة. كان المعلم تاعنا يقول الصنعة تسرق بالنظر. شفت؟ صح، تسرق بالنظر. فقال فتح عينك شوف. شوف كان يقول تسرق اسرق الصنعة بالنظر. فهو هيك. بعدين بطبيعة الحال كان عندنا دروس نظرية ودروس يعني كيف يعني القواعد الخياطة، لأنه الخياطة هي شغلة بسيطة آخر الأمر، لكن برضه بيخضع لقواعد مثل أي صنعة أخرى. وهي ليش أنه هالأمور تقدمت بالدول الأوروبية؟ لأنه يدرسوها مدرسة. يعني نحن هسه هنا في السويد أيضا، في ألمانيا يمكن سويسرا أيضا أكيد، هناك بعد ال9 سنين دراسة يسموها دراسة أساسية 9 سنين. السنة 10 وال11 وال12 اللي نحن نسميها إعدادية بالعراق، يمكن أنتم بالفلسطين يسموها ثانوية، ما أعرف. أيوة صح. إحنا إعدادية نسميها الثلاث سنين الأخيرة. الإعدادية هناك هون فروع مختلفة، تبدأ الفروع، يبدأ التخصص من السنة 10. فروع مختلفة، هذا ميكانيك، هذا حلاقة، والآخر المعمار، هذا هندسة، هذاك التاريخ أو الاجتماعيات. من هنا تبدأ نظريا طبعا. وطبعا المواضيع اللي هي العملي عندهم مختبر أيضا، يروحون العمل. إذا صناعة سيارة يدرسوها بالصف ويروحون بعدين المختبر يشوفوها، وهذه فتكون المعرفة تكون كاملة نظريا وعمليا. وهذا هو السبب أنه هذا يؤدي إلى أنه شخص يبدع، ممكن أن يبدع، يبتكر. تمام؟ يبتكر أكثر، لأنه ده يعرف أصول الصنعة، وبعدين يجي يشوف الصنعة شلون هي، يحاول أن يعملها. فمهم أنا أقول دائما النظري والعملي. أيوة 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 أيوة. إيه، على كل أنا كان ودي أتعلم اللغة الأشورية من دون مرور بكتاب القواعد،
بس صعب علي يعني. ما عندك احد معك اللي يكون ايوه، اللي يعني مثل حفيدتي كيف تتكلم فرنسي من دون ما تروح للمدرسه. ايوه بالضبط. فهمت علي؟ صح. واوقات يعني استغرب من الصياغات تعونها ب6 سنين او 5 سنين تستطيع تصيغ جمله جميله ومثل هيك. احنا اذا ما درسنا الفرنسي او كما درسنا في المدرسه بيكون معقد علينا مش هنفهم كيف هذا. وفي ابونا مناهج تعلم اللغات على اسلوب تعلم اللغه عند الاطفال. نعم، بالجمل والهذه والكلمات. ايوه حوار يعني مثل conversation مثل هيك. يعني هم راقبوا كيف الطفل يتعلم. نعم. ويطبقون هذا في مناهج. أنا هيك تعلمت شوية اللغة اليوغوسلافية من كنت في إيطاليا. كان في طبعا كنا من 70 دولة نحن طلاب، وأنا كان يعجبني هيك يعني. كنت مثل ما يقولوا منبهر باللغات. شوف كيف يتكلمون هذولي. لا كما كانوا يتكلمون مع بعضهم. فحاولت أنه أتعلم كثير من هاللغات. طبعا ما ممكن، مستحيل لأنه وقت ما يكفي، ولا نحن كنا ندرس، عندنا دراسة وعندنا إرشادات روحية وغيرها، يعني كان يومنا كله مملوء. المهم فحاولت، لكن بالفرصة هيك أشوف أعمل أخصص لي دفتر موجود إلى هسه عندي. أنتم شلون تقولون هيك؟ هاي شلون تكتبوها؟ تعلمت منهم هيك. بعدين قاموا بعثوا جابوا لي، يمكن موجود عندي الكتاب بس ما أقدر أشوفه. كتاب بالضبط هيك مثل ما أنت قلت هسه جاب بالي، كتاب محادثة conversation. فقمت أقرأ به وأحاول أن أقلده. طبعا هو هيك الطفل شو يسوي؟ يقلد الطفل. أقلده معاهم، أقول له هيك، يقولوا من وين تعرفت؟ كتاب علمتوه. حلو جدا. هي هاي ما تقوله بالضبط. احنا بعد ما نخلص كتاب القواعد تاعك هذا ابونا، لما نخلص كتاب القواعد ذلك بدي اشجعك انك تكتب لنا كتاب محادثة ان شاء الله. شفت علي مثل انت قلت لي مره اخرى هاي مخليها ببالي بس اشوف شلون الوقت والظروف. ايوه لانه القواعد هيك ناشفه طبعا ناشفه بس مهمه نظريه. يعني الواحد يعني انا بتساعدني مشان دراستي للقرآن، بتساعدني جدا. يعني بتساعدني في تحليل النص القرآني كثير كثير، يعني ما تتصور. فأنا بدرس السرياني مشان أفهم أفضل القرآن. فهمت علي؟ تركيبة القرآن، صياغته. أنت طبعا هذا العمل العلمي اللي تقوم به، اللي قمت به، هذا عمل الجبار. طبعا هذا يساعدك أكثر أنه مو فقط تفهم القرآن كالمفسرين الذين يفسروه، وإنما تفهمه بطريقة أحسن من المفسرين وأصح من. يعني أنا كتبت كتاب مقدمة للأخطاء اللغوية في القرآن. عربيا هي خطأ، بس الآن أكتشف إنه سريانيا مو خطأ. هو السبب هو أنه تأثير لغة أخرى. أيوة كانت اللغة جارة للعربية، وكان العرب والآشوريين والسريان وهذه عايشين سوية. تعرفت على شاعر فلسطيني توفى الأسبوع هذا، مسيحي من الناصرة الله يرحمه. رحت زرته مع أخويا وكلمته عن الموضوع. قال لي لا تسميه كتاب أخطاء لغوية. قلت له شو أسميه؟ قال لي سميه ما شذ في القرآن، الشواذ في القرآن. فهمت علي؟ هو يقول لي هيك. قال لي لأنه أنت تسميه ما شذ في القرآن تأخذ عليه جائزة، أما تسميه أخطاء بنطقدوك. كان حدك. صح. كان حدك. أيوة. هذا جدا ذكي. جدا ذكي، لأنه عايش وضع متوتر. أيوة. بين يهود ومسيحيين ومسلمين. إذا تستعمل كلمة أحطاء، أيوة. هذه ممكن لها قيمة علمية لكن مش كلمة اجتماعية. صحيح. ما حد يرضى إنه يعمل أخطاء. أيوة. تفهم سلبية. بس الباحث العلمي ما يقدر يسميها هيك إنه شواذ.
هي خطأ يا سيدي وخلص. بس بنفس الوقت تفهم ليش عمل الخطأ. يعني وأنا أتعلم معك السرياني أفهم الآن. يعني أنا في أماكن كنت كاتبة خطأ في طبعة العربية القرآن سأكتب خطأ بسبب التأثير السرياني. أيوة. فهمت علي؟ يعني بضيف هذه العبارة. هي خطأ في عربيا إنما صحيح سريانيا. أيوة صوابا سرياني نفس الشيء. يعني ممكن تتكلم فرنسي تكتب فرنسي، التلياني بيقول لك هذا خطأ. فرنسيا صحيح، أو أنت تحكي تلياني على الطريقة الفرنسية بيقول لك فرنسيا صحيح بس إيطالي خطأ. أيوة بالضبط. من اللغة إلى اللغة. يعني وأنا لما ترجمت القرآن من العربي للفرنسي ثم للإيطالي اكتشفت إنه ما تقدرش تستعمل نفس الصياغة الإيطالية كما الصياغة الفرنسية، لأنه رغم قربهم الكبير الإيطاليين عندهم قواعد أخرى. يعني وصياغة الأفعال شكل آخر. فكان الإيطالي يقول لي لا، هاي اللي أنت اللي كاتبها هنا هذه صياغة فرنسية مو صياغة إيطالية. فأنا المصلح تاعي اللي راقب الإيطالي هو من فلورنسا. فلورنسا هي مدينة دانتي الشاعر الإيطالي، فهي أفضل لغة إيطالية. أفضل لغة هي بالضبط اللغة الإيطالية هي أكثرها اللهجة الفلورنتينية. أيوة. فهو صلح لي الكتاب قال لي فرنسيا صحيح إيطاليا مو صحيح. فأنا تعلمت منه بهذا الشكل هذا. فلاحظت يعني أنه ما تقدر فقط ترجم أوتوماتيكي، لا. ولهيك اللي يعني مثل ما قلت لك كتاب الأناجيل الأربعة هذا وقع في الأخطاء العربية، بس هو سريانيا صحيح لكن تحت تأثير السرياني المسكين عمل لغة عربية ركيكة عربيا سريانيا تمام صحيح. أنا أتكلم يعني فقط يعني أنا بشوقكم يعني كيف إنه حتى أنتم بتعتبروا القرآن ده يعني كتاب مقدس ومهم جدا مشان تفهموه. يبين إنه ضرورة تفهم برضو اللغة اللي أثرت على النص وهذا قليل جدا من الباحثين يعرفوا. اللي ما يعرفوا لغات أو ما عندهم يعني مثل أنا ما بعرف سرياني لكن أهو قاعد بتعلم بجتهد إني أشوف أراقب. وأبونا شمعون كثر خيره وأستاذنا كريستوف ليكسنبرغ ساعد بهذا الأمر. فحتى شيخ الأزهر يعني طلبة الأزهر ما يعرفون بعض الأمور. فلهيك يعني حتى يقول أستاذنا يعني تشوف طبري يفسر وبعدين ما يعرف يقول وبعدين بيضيف والله أعلم. يمكن هيك ولكن الله أعلم. بس أعلم. بس لو أنت تعرف سرياني يا طبري لكان اكتشفت سبب المشكلة. وهنا يعني المدخل السرياني لفهم القرآن وحتى أيضا المدخل العبري. يعني ممكن تروح كمان للغة الحبشية بس ربما هي اللغتين الرئيسيتين هو السرياني والعبري. كما بطبيعة الحال العربي لأنه هذا لازم يكون صحيح حسب الصياغة العربية. لكن تفهم ليش استعمل كلمة هيك وصياغة هيك لأنه يعني مو للأسف بس يعني هو وقع بالخطأ عربيا لأنه لم يراعي القواعد العربية في كتابته للنص العربي. فكر كسرياني أو فكر كيهودي. فكر كيهودي.
أو يعني بتكلم اللغة العبرية، ونفس الشيء حتى إحنا بنحكي عربي وفجأة التأثير اللهجة العربية تاعتنا تقع على النص العربي فصل على مستوى اللغة الفصحى خطأ، صح. بس فجأة تنتقل للهجة بتاعتك. يعني أنا قاعد برد على ناس برسائل، وبنفس الوقت بقعد أشرح لهم يعني شو حبيت أقول لهم بلهجة أخرى. فهمت علي؟ يعني بالعامية، أو حتى واحد شمال أفريقي يتكلم عربية يقول لي أنت يا سامي ما نريدك تتكلم عربي فصحى لأنه مش حنفهمك. فهم علي؟ يعني نجد صعوبة، أو يعني حسب الأماكن. يعني أهل يتكلمهم بلغة فصحى عربية بيقول لك شو هذا. على فكرة أبونا، أنا بحياتي كلها ما شفت إلا شخص واحد بتكلم عربي فصيح، بس واحد في حياتي كلها 72 سنة و73 سنة، واحد. وكان ممثل، أو يعني في منظمة التحرير الفلسطيني، اسمه أحمد الدجاني. أصلا مثل هيك كان أستاذ في القاهرة. تركب معاه بالسيارة يا أخي يتكلم معك فصحى كأنك بالعصور الجاهلية أو كأنه بيكتب كتاب. فأتضايق منه. فاهم علي؟ يعني يتكلم لغة فصيحة معي. يا أخي ما أنت فلسطيني وعايشين مع سوا وماكلين نفس الأكل وشاربين نفس الشرب، شو بتحكيني اللغة الفصحى هاي؟ بقعد أضحك عليه. فاهم علي؟ أضحك عليه. في اتجاه هيك أنه أحسن العربي النحوي، ولكن صعب أنه صعب. وبعدين يعني يعتبروه يعني يعتبروه تكبر. متكبر. فاحنا وعلى فكره أنا لما تزوجت مع مراتي السويسريه، هي سويسريه المانيه، فكرت اني حتعلم الالماني. قلت لها خلينا نتكلم اللغه الالمانيه الفصحى. قالت لي انا ما بتكلم لغه غريبه. تعتبر اللغه الالمانيه لغه غريبه، اجنبيه. هذه اجنبيه غريبه. ترفض تتكلم الالماني الفصيح. ايوه الا اللهجه. وابونا سبب هيك انه يعني المشكله انه سويسرا كان عندها مشاكل مع المانيا في الحرب العالميه الثانيه. والالمان كانوا على الحدود الالمانيه، وكانوا اكثريتهم مجندين، وكانوا خايفين انه هتلر يحتل بلادهم. فكان في بغض بين الالمان والسويسريين ما تتصور. أنا فكرت يعني إذا واحد يهجم على سويسرا الألمان يدافعوا عنه، فيدافعوا عن سويسرا. قالوا لي مستحيل، الألمان بلدهم وسويسرا مش بلدهم. ومش حيدافعوا على أساس اللغة، مش حيدافعوا إنه يقول والله هاي سويسرا 70% سويسريين ألمان نروح ندافع عنهم. ولا يهمهم هذا الأمر، ولا يدخل في مخهم. فهمت علي؟ فيعني اكتشفت هيك استغراب. وحتى لما يحكوا عن الألمان يستعملون كلمات يعني مهينة، وهم يتكلموا نوع من الألمانية. هم يتكلموا لهجة ألمانية. ويقول لك لا، لهجتنا إحنا قبل الألماني. هي لغتنا الأصلية. يقول لك هيك. هم يسموه في الألماني هوخ دويتش. فيعني احنا نقول الألمانية العليا. قالوا لي بس دير بالك عليا جغرافيا لأن هي من الشمال. بهالمعنى. يعني مش هنا أعلى من ألمانيتنا، هي أعلى جغرافيا. لا أنا كنت أفكر إن إحنا في ألمانيا كان يهودوج يعني اللغة النحوية العالية عالية يعني. هم يقول لك لا،
العليا يعني منطقة الشمال. أيوة. فأنا فهمت، فأنا كلهم يعني هوخ دويتش. قال لي المنطقة هوخ دويتش لا العليا. يعني إنه لغتهم أفضل من لغتنا، مهم. لا، هاي لغة الشمال، هاي لغة الشمال، هامبورغ وهذول اللي يتكلمون ألماني صحيح. مهم. بس اللهجات غير شيء، غير شيء. على كل تتعلموا حتى ثقافة معانا، اللي ما سافر بالمنطقة هاي تشوفوا كيف يعني كيف الناس ينظروا لبعضهم باللغات ومثل هيك. على كل هو احنا بشر آخر أمر. يعني حتى بالعربية اليوم في طبعا اتجاهات مختلفة. في اتجاه أنه يريد أن يعتبر كل لهجة بلد هي لغة خاصة به. مثلا أيوه اللبنانيين كانوا أيوه. يعتبرون اللهجة اللبنانية لغة لبنانية مو لهجة إيه لبنانية إيه. لغة. بس اليوم أبونا يعني اللهجات لا تكتب، إيه. هاي هي المشكلة. بس أنا تعرف في كتاب فرنسي لبتي برانس، الأمير الصغير، مترجم للعربي، بس أنا فجأة وجدته باللهجة التونسية، مترجم من الفرنسي إلى اللهجة التونسية. نعم. واشتريته تموت ضحك. طبعا بالنسبة لنا ما نفتهم كثير. ايه. إيه. وتعرف في واحد او عدد من الناس حاولوا مش ضروري ذكر اسمائهم، حاولوا يترجموا القرآن الى اللهجة العربية. في عدة يعني، تعرف الاخ رشيد ترجم بعض الصور الى اللهجة المغربية، اتجنوا عليه. لانه قالوا له انت شو قاعد بتفسد الناس علينا، لانه في كلام. واللبنانيين يكتبون كثير، يكتبون بلهجتهم اللبنانيين. ما يكتبوا، لا ما شفت. اللبنانيين يكتبون بلهجتهم. يكتبون. ايه يكتبون. اشوف القنوات التلفزيونيه بتاعهم كثير يكتبون بلهجتهم. لا يتكلمون بلهجتهم بس ما حتى بيكتبوا كتب. كتابه يكتبوها بلهجتهم. ايوه. ايه انا ما يعني انا ما شفت كتب منشوره انا باللهجه عندهم هم العربيه باللهجه. وانا اتذكر مجلات كانت تجينا ايوه. مصريه باللهجه المصريه مكتوبه. انا عمري ما شفتها. مجلات شو اسمها هذه يعني الاطفال، ميكي شو ماوس ومثل يسموها هيك. هذه الرسوم رسومات. والكلام، فمكتوبه باللهجه المصريه. ايوه. وهسه حتى في هناك بالعراقيه، اللهجه العراقيه البغداديه. تعرف شو اكتشفت؟ انه ويكيبيديا ايه. في مقالات عن شخصيات مصريه مكتوبه باللغه العربيه وباللهجه المصريه. ويكيبيديا. حلو. مثلا في مقال عن بطرس غالي ايه. مكتوب بالمصري والثاني بالعربي، بفرق بين المصري والعربي. عربي نعم. فعدد من المقالات تم ترجمتها إلى اللغة المصرية. اي موجود يكتبون. بالويكيبيديا هذا موجود، بس أنا كتب ما وجدت يعني، ما حد يعني، وما شفت أنا يعني ما أعرفش إذا المغاربة عندهم كتب مغربية باللهجة، تكتب باللهجة المغربية أو التونسية أو مثل هيك. يعني الكتاب الوحيد اللي شفته هو لبتي برانس، الأمير الصغير، باللهجة التونسية. كان حلو جدا، حلو جدا. أنا بحب كثير اللهجات، أنا بحب كثير اللهجات لأنه حلوة هي يعني. لو في يعني ياخذوها جديا ممكن يطلع واحد يكتب لهم قواعد، يعمل قواعد. إيه لك قواعد تجي بعدين، هي مرحلة ثانية بعد ما إنسان يتكلم، وهذه جماعة من الناس يتكلمون لهجة معينة وكثير هذه، فممكن يطلع واحد يكون. بس هي المشكلة أنه هناك معارضة شديدة خاصة باللغة بالدول العربية، معارضة شديدة، وذلك بسبب الدين على الأكثر، بسبب الدين والقومية أيضا. ومش هيك فقط أبونا، يعني أنا شخصيا لا أحبذ كتابة اللهجات، مش لسبب الدين، لأنه اللغة العربية تساعد التفاهم نوعا ما. هي فهمت علي؟ يعني خاصة في الكتب، لأنه إذا تقعد تكتب مغربي
باللهجة المغربية. الكتب المغربية ما بتصل فلسطين ولا لا العراق، ما حد لا يقراها، ما حد ما يعرفوش يقراها، ما صحيح يعرف يقراوها. صحيح بالضبط إيه، بالضبط. الكتب الأدبية إذا تكتبها باللهجات يعني بتقطع التواصل بين نعم الناس. نعم نعم نعم. وبالمدارس. وأنا استغربت أبونا، أنا رحت لمصر سنة كاملة فقط للثقافة نتكلم، وتبعت دروس في كلية القانون في القاهرة. يعني كنت مسجل في جامعة القاهرة كمستمع. واستغربت الأستاذ يتكلم باللهجة المصرية. إيه، القانون يتكلم قانون، وبعدين لما يجي يقرأ المادة باللغة الفصحى. هاي موجودة في كثير كان، أيضا في عندنا هيك، عندنا أيضا هيك كان قراءة هذه، ولكن شرحها باللهجة. فأنا استغربت باللهجة. يعني أول، لأني ما أنا عمري ما رحت جامعات عربية، فهمت علي؟ فهناك شفت الأستاذ كبير يعلم المواد قانونية جدا جدا، يعني ناشفة وجدا يعني هيك. مهمة. أو هو يبقى كاتب كتاب بالعربية الفصحى، ثم يبقى لما يقعد يعلم بالعامية. شيء غريب. قلت له طب كيف يفهم عليك هذول اللي ما يفهموا مصري؟ هلا يعني المصرية صار كل الناس يفهموها بسبب الأغاني والأفلام يعني المصرية هي يعني. هيك هي هيك نعم. هي دخلت هيك. بس الناس ما يفهموهوش للشيخ أحمد الكبنجي، شفت لهجته للكبنجي لهجة، الصعبة. ويحكي شيء عراقي يحكي هيك شو شيء بكذب، فاهم علي؟ بكذب. او لو المغرب يجي يعمل واحد ملك المغرب يجي يعمل خطاب باللهجة المغربية، ما حد يفهمه إلا هم مغاربة طبعا، إذا إلا مغاربة. هم. أيوة. وحتى هم ما يفهموا على بعض أبونا المغاربة، يعني المغرب ما يفهم لتونسي، نعم 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 نعم. والتونسي لا يفهم ايه للجزائر. كل واحدة دولة صارت دولة لها، آه. فهذه يعني شوف هذه يعني ما أعرف، يمكن طبعا ممكن أن ننظر إلى الموضوع من وجهة نظرين. من وجهة نظر مثل قلت أنه هذا ممكن يقسم ويبعد هذه، من ناحية أخرى أنه البلد الواحد ممكن يجتمعون أكثر فيقسم البلدان بيناتهم الواحد. مثلا شوف حتى يعني اللغات الاسكندنافية، مثلا السويدي والنرويجي والدنماركي هي لغة واحدة، ايوه. لهجات كانت، لكن اليوم كل واحدة هي لغة وله اها. قواعدها وهذا. ما واحدة يفهموا صارت. على بعضهم ابونا. نعم يفهمون، نعم يفهمون، بس بعض الكلمات مختلفة. اه. اها. يفهمون خاصة النرويجي والسويدي أقرب. وانا دائما لما كانوا يجون مثلا طلاب جامعات وهذه هون يسالوني عن يقولوا اوكي شو الفرق بين السرياني والاشوري؟ السرياني يعني السريان شرقي الغربيين. الغربيين. ايه اقول لهم الفرق هو مثل الفرق بين السويدي والنرويجي. هاي هاي يفتهموا هاي. ذاكروا يفتهمون آه. أقول يا آه. إيه. آه. إيه. انا اتذكر رحت مره الجزائر، بسال شرطي عن طريقي، عن الطريق العنوان، وانا كلمته بالفرنسي. بيقول لي انت من اي بلد؟ قلت له فلسطيني. قال لي شو انت بتكلمني بلغه المستعمر؟ قلت له شو بدك تتكلم؟ قال عربي. خلص كلمنا عربي، انا حكيت بلهجتي، هو تكلم بلهجتي، ما فهمنا على بعض. إيه لا إيه. خلينا نرجع على لغه المستعمر. إيه. هي هي. ومره ركبت ابونا مع شوفير من المغرب، وبعدين يحكي لي فرنسي. احكي له ليش ما بتحكي لي بالعربي؟ فاهمك فرنسي بس ليش ما بتحكي لي بالعربي؟ قال لي لا، انا لا اتكلم لغه المستعمر العربي. هذا قال لازم لي امازيغي كان. ايوه مسيحي يرفض يحكي عربي، شوف إيه. يرفض يحكي عربي. قل لي لا 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 لا، انا ما اتكلم عربي، انا ما اتكلم عربي.
فهمت علي؟ فأنا يعني هذيك أول مرة أشوف واحد، لأن ما كنت أدري إنه 80-70% من المغاربة هم أمازيغ. نعم. لغتهم لغة الأم اللغة الأمازيغية. طبعا طبعا طبعا. نحن وال- نفس الشيء عندما كان نسمع واحد يتكلم عربي بالبيت كنا نغضب عليه كثير، اشوري يعني. مرة والدي سمع أنه أخته بغداد، هم كانوا نحن في كركوك، أنه بدوا أولادها يتكلمون بالعربي في البيت. كتب لها رسالة قوية قوية وتهددها تهديد. قال مرة أخرى أسمع أنه في العربي ما تتكلمون اللغة الآشورية، تتكلمون لغة أخرى، راح آجي هيك وأقطع بعد على انتلائي، أنت أختي ولا أعرفك ولا ما أعرف إيش. أيوة. وتعرف الأمازيغ وقعوا في خطأ يا للأسف. يعني أنا أقولها هلا، وما هو إحنا بنسجل ما في مانع نقولها، إنه قالوا إحنا عايزين أحرف أمازيغية، عايزين يكتبوا بالأحرف الأمازيغية، والمشكلة ما اتفقوا بين الجزائر والمغرب على هاي الأحرف. فالمغاربة عندهم خط أمازيغي والجزائر عندهم خط آخر، والمشكلة مين حتيقرأ لخطه؟ هذا خطه صعب. خطهم صعب، ولا واحد يعرف يقرأ الخط الثاني. أمازيغ الجزائري ما يعرف يقرأ الخط الأمازيغي المغربي. فكلهم يا أولاد الحلال كان اخترتوا العربي، والله بهون عليكم. اخترتوا العربي، على الأقل العربي يعرفوا يقرأوا العناوين، يعني يكتبوا أسماء الشوارع بالأمازيغي أبونا. إيه، إزاي هتعرف؟ بس هو بيكتبوا بالعربي وبالأمازيغي، فاهم علي؟ بس لو يعني بتكتبها بالأحرف العربية يعني بسهل عليك الأمر. أنا ما أعرفش ما مدى ندم الأتراك على استعمال الأحرف اللاتينية، بس بيقولوا أهون علينا. طبعا أهون عليهم، وصارت سبب لتقدمهم أكثر، يعني لاغترابهم أكثر من الغرب ومن هذه. شوف نحن هسه اللغة الكردية والفارسية هلا يكتبوها بالأحرف العربية، ولكن تعال جيب واحد عربي ما يعرف فارسي، ما يعرف يقدر يقراها ولو هي أحرف عربية. ما يقدر يقراها. أنت هسه لو تشوفها الكتابة الكردية ما تقدر تقراها. أنا نفسي يعني أقول شو هذا؟ بقطعوا الأحرف. أيوة، لأنه شوف، وهم طبعا من ناحية يقولوا لي شوف نحن طلعنا الأكراد أذكى من العرب، نحن رتبنا اللغة هذه بدون حركات، لأنه مشكلة حقيقة الحركات في اللغة العربية هي مشكلة كبيرة. شئنا أم أبينا. هسه نحن لا تشوف نحن لأنه من صغر تعودنا، عيوننا تعودت، آذاننا وأدمغتنا تعودت على مثلا شوف قاف لام باء، نقدر نقول هذا قلب. ممكن يكون قلبة، ممكن يكون قلبة. أيوة. هاي مشكلة. فنحن ما نكتب الكلمة صحيح كاملة بالعربي. لكن هم شو عملوا؟ مثلا إذا كان قلبة يكتبوها قاف هاء، قاف هاء مربوطة، قا وبعدين لام وهاء مربوطة بعدين باء، هذا قلبة. لكن إذا يقول قلبة فيكتبون قاف واو لام ياء باء. أيوة. ما يصير خطأ فيه. تعرف نفس العربي عنده نفس المشكلة مع العبري، نفس المشكلة مع العبري، وأظن السرياني نفس الشيء، الحركات طبعا نحن نفسها. لهذا الحركات هذه مهمة، أنا دائما أكد عليها. إيه يعني العبري معقد يعني كيف تقرأه. بس هم برضو أدخلوا مشان هذا، استعملوا طريقة إنه تقرأ من دون حركات بالعبري الحديث. نعم. استعملوا بعض الأحرف ومثل هيك، أدخلوا الحركات الأو والإي والآي يكتبوها مثل هيك، بس برضه صعب. يعني الجرايد تعونهم عليها نقط. طبعا. ليش نحن المخطوطات الآشورية السريانية الكلدانية الأرامية القديمة هي لأن ما بيها حركات، ما كاتبيها، صعبة تكون، فيجب الإنسان يقعد يحاول أنه من الفهم من سياق الجملة والهذه والموضوع يعرف هذه شو بالضبط هالكلمة.
أيوة. يعني هيك او هيك. ما هو نفس الشيء مثل القرآن بالكوفي. ايوه نفس الشيء. القرآن بالكوفي لا منقط ولا مثل مخطوطات، مين حد هي يعرف مشكلة. يقراها؟ هي مشكلة القرآن أيضا حتى بالعربي مو بالكوفي، إذا ما متحركة ما محركة لا ما مستحيل. تقدر تكون أكيد. مستحيل. كل الكلمات ما تقدر تقراها صح مثل ما لازم. ايه، وبدك تمحلك بكل حرف شو عليها حركة، تهلك نفسك وانت تمحلك في الأحرف، لأنه حركات صغيرة مثل هيك. ف مثلكم انتم، مثل نفس نعم المشكلة نعم. ونفس نحن عندنا هاي نقاط يعني تعلمناها من صغر دائما بالحركة، بدون حركة ما كان الذكر. أنا يكتب لي، كان والدي لما كنت أنا في روما يكتب لي رسائل بالآشوري بدون حركات. فكان شوية صعب علي يعني، لأن بس سهل. شنو كان؟ لأنه كان مواضيع عائلية وبسيطة يعني قضايا، فكنا نعرف شو معنى شو يعني أي كلمة هذه تعني. ولكن هو صعب إذا ما تكتب الحركات. هو هاي وتصير مشاكل، يعني مشاكل مو شو أقول لك، يعني بلا حساب عندنا بالقضايا الأسماء وما أسماء بالعراق. ايوه حكيت لي مرة قصص حكيت لك الأولى. شغل ايوه أنا مشاكل ومحاكم إلى أن بعدين تصحح الأسماء. ايوه يصححون اسم أيوة. لأنه كتبه بدون حركة، فصارت مشكلة ما يعرفون. الآخر اللي جاء وراه بالضبط القرآن صار هالشكل، واللي جاء وراه لما نقلها من السجل من شو يسموه من السجل الاعتيادي إلى السجل العام، بيضة يعني من المسودة للمبيضة. كتبه غير شكل الله لأنه فهم هيك، فصار مشكلة. ايه ابونا حكى لنا هو هي دردشه فقط، هي ثقافيه برضه. هي ثقافيه مهمه، واحد يعرف هدول علاقه باللغه بعلم اللغه. يعني انتم شايفين احنا والسريان إلنا نفس الهم. يعني احنا مشتركين في الهم. في هم اللغه. وعندنا نفس المشاكل يعني. اذا احنا نقول احنا عايزين نعمل حلقه عن نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، ربما نزيد لها نقاط الهموم. نقاط الهموم المشتركة باللغة السريانية. مشتركة بالله. ما حد يعرف يقرأ النص، ده ما في حركات مثل الناس. هذا هم مشترك بيننا وبينهم. هم مشترك يعني. وهذه الهموم تجمعنا يعني. هم يشفقوا علينا واحنا بنشفق عليهم. هذا أنا قريت مرة في كتاب يمكن كان إنجليزي، يقول العرب بالعربي ما يكتبون شورت هاند. ايوه شورت هاند. ايوه كتاب اللايف، لأنه بس الكونسونانت يكتبون. ايوه كتابة تلغرافية، بسموه كتابة تلغرافية. تلغرافية هاي كتابتهم، لأنه ما يكتبون يكتبون فقط الأحرف الساكنة. ايوه. والان بداوا ابونا لما تبعث مسج في الانترنت على التليفون بيكتبوا فرنسي من دون شو اسمه الفويل. ناس يكتبون هيك. ايه بالفرنسي يكتبون بلا هذولا. عجيب. بالمختصرات مختصرات بالمخطوطات القديمة. أبونا أنا أعرف واحد كان يعمل رسالة دكتوراه عن مخطوط قديم لاهوتي، كله مختصرات. كله مختصرات، مشان تفك سطر بدك سنة. لأنه ما في. وأنا أتذكر مثلا أنا لما كنت أنقل الدروس هذا، ما تلحق تكتب كل الكلمة لأنه الأستاذ بسرع، فمجبور أنت تأخذ تستعمل عبارات. صحيح. مثلا إذا تقول لك constitution طويلة شو تكتبها كلها، فبتكتب CST. تعرف إنه هاي constitution. حلو. لا constitution شفرات يعني، هاي شفرة. أيوة. وحتى لما يقول لكود سيفيل ما تكتب كود سيفيل، تكتب CC. او كود ديز اوبليغاسيون CO.
لانه ما تقدر تروح تكتب. هاي سي في صارت عالميه هذه. ايوه السي في شفت حتى بالعربي يقول سي في بتاعك جيب سي في. ايوه، وهي كله كوريكولوم فيتا اسمها، كوريكولوم فيتا طبعا باللاتيني. بس انا جيت هون اذا كان يقول السي في يقدمون السي في، قمت افكر السي في شنو يعني السي في؟ يقول يعني يكتبون بها كل هذه عندك. كوريكولوم فيتا هذه معناها. ايوه، هي المختصرات هذول الضيع. وهذا أنا دراسته، هذا الأحرف المقطعة في القرآن. هو أستاذنا يقول له هذا هو سببها. إنه هاي الأحرف المقطعة هي استعملت. وحتى قال درس كتاب الليتورجية السريانية، يقول لك إنه داخل النصوص السريانية في أحرف مختصرة. مثلا بدل ما تقول احنا مثلا ما تقول مزمور بتقول ميم زين ميم. او مثلا بدل ما تقول لازم ترتل هللويا هللويا بتكتب فقط ها. موجودة قسم عندنا بس قليل. ايه هو جاب عدة أمثلة، وحتى قال في بعض الأحرف تدل على النوطة الموسيقية. النوطة الموسيقية يعني بيكتب ايوه. او مثلا بيكتب المجد، فيعني لازم تقرأ النص المجد لله والآب والابن والروح القدس. نعم لا هاي موجودة عندنا بس شبخ. فشبخ شنو يعني معنى تقول المجد لله والابن شو خلا ولو روح القدس ما يكتبوا كله بس يكتبون شبخ نقاط. احنا نقول كمان أبانا الذي. ايوه. او السلام عليك يا مريم. السلام الملائكة. السلام أبانا عليك يا والسلام. أبانا والسلام يقول. والمجد. أبانا والسلام والمجد. ايوه، وهي مختصر لعبارات كاملة. هنا دخلت هو رأيه إنه الأحرف المقطعة في القرآن هي إشارة كزميلتها في السريانية. يعني هي أحرف طقسية. هو هيك يقول. نعم هو يقول هيك، وعمل مقال طويل وعريض عن هذا المجال. في بعض التفسيرات يعني ناجحة صحيحة حقيقة. أيوة. بعضها طبعا ما هلقت هذه بس يعني هو كلها محاولات. طبعا محاولات طبعا. اجتهادات حلوة. ببدأ في اجتهادات وبعدين بصلي اليقين إن وصل. نعم. يقولوا لي ما رأيك بفلان، فقل لي بقى كله بعد سنة، بعد 100 سنة ببين مين معه حق. يعني بأيامنا مستحيل تعرف حقيقة أم لا، إذا وقعنا في مخطوطات. إذا وجدنا مخطوطات وما سرقوها وما باعوها للسعودية مثل ولاة الحرام هذول. طيب اوكي، شكرا استاذ سامي، الكلام معك طبعا ممتع جدا وما نستفيد يعني بنشارككم همومنا وذكرياتنا ومثل هيك، وتستفيدوا. هي دردشه، لانه كتاب القواعد ناشف اذا ما في يعني طيب اخواني، اشكركم على المتابعة، وأرجو ما أزعجناكم بالحديث الفارغ تاعنا، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ونعدكم المرة الجاية نحكي لكم قصص أخرى. لا تنسوا تشوفنا. يعني مش هنخليكم هيك يعني. ما بضوش من هيك حكي حلو. هذا هم طبعا لكثير من الناس، مو بس اللي يقول لك، كثير من الناس أظن يشاركون في هذه الهموم، في هذه التساؤلات. هو يقول عايش في سويسرا وهذاك عايش بالسويد، وما تدري احنا حاملين همومنا مع هذا. لا هي ما يدري، يفكرون احنا عايشين في قصور او بروج عاجية. واحد حامل همه على ظهره، وين ما راح حامل همه على ظهره. أكيد. أكثر فلاحي مني مش هتجد، حتى في فلسطين بلادكم مش هتجد. طيب يلا أهو. شكرا. يلا شكرا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أبونا رمش بريخة، ليلة سعيدة يوم الخميس، مش هيك؟ نعم، خميس الخميس إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي، شكرا. سلام أبو. سلام.